أسعدتم أوقاتنا أينما كنتم أيها السادة والسيدات. من الفضيلة أن نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أخبار الظهيرة المستهل كالمعتاد بأهم وأبرز العناوين. الإريتريون في المهجر يحيون ذكرى يوم الشهداء. العمل لتعزيز برامج رياض الأطفال في مديرية حكات. حملات توعية واسعة لتعزيز النظافة الأهلية في بارنتو. وقوات أمريكية تستعد لإجلاء متعاقدين من قاعدة عراقية. والاتحاد الأوروبي يبدي دعمه لهافانا. وعشرة القتلى في حريق مستودع بإندونيسيا. أهلا بكم إلى التفاصيل. أحيا الإريتريون المقيمون في بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وكندا وقطر 20 من يونيو يوم الشهداء. وأحيت الجاليات الإريترية في مدن لندن وبرمنغهام ومانشستر ونيوكاسل وليفربول وليدز وشيفيلد ونوتنغهام وكوفنتري البريطانية يوم الشهداء بمناشط تجدد العهد لتنفيذ أمانة الشهداء. وفي إحياء ذكرى يوم الشهداء في لندن بحضور الآلاف المواطنين وأصدقاء إريتريا الأجانب، قال سفير إريتريا في بريطانيا وإيرلندا الشمالية السيد ستيفانوس هبت مريم أن استغلالنا وسيادتنا وسلامنا واستقرارنا ووحدتنا ثمرة تضحيات الشهداء، مشددا بأن تنفيذ الأمانة ورعاية أسرهم واجب وطني. وأحيا الإريتريون في جراند رابيدز ميشيغان الأمريكية يوم الشهداء بغرس شتول وتبرعوا بمبلغ $2700 لإعالة أسر الشهداء. وأحيت الجالية الإريترية في قطر يوم الشهداء وقدمت 1350 ريال قطري لتنمية صندوق أمانة الشهداء. وقال السفير علي إبراهيم في المناسبة أن تعزيز المساهمة في برامج التنمية وتقوية الوحدة تمجيد فعلي للشهداء. وأحيا الإريتريون في تورنتو وضواحيها بكندا يوم الشهداء بمسيرة أقدام وشموع وأنشطة ثقافية وتوريثية. في إطار المسائل الحثيثة الجارية لإرساء أساس متين وتأمين رياض الأطفال، أوضح مكتب التعليم في مديرية حكات عن تحقيق تقدم ملموس. ووفق المعلومات التي أدلى بها المكتب، أشار إلى وجود رياض أطفال حكومية وخاصة بمقومات عصرية في ضواحي جلاس وأشرة وحكات، لأنه يتطلب حملات توعوية مكثفة فيما يتعلق بالمشاركة التعليمية. وأوضح المكتب بخصوص النظرية الموضوعة بتوفير خدمات رياض الأطفال في المدارس الابتدائية عن تقديم تلك الخدمات بصورة منتظمة في مناطق حشيشاي وشبق وقارة نجار وبادوب وحرستاي. وبما أن رياض الأطفال أساس المراحل اللاحقة، نوه الآباء لإرسال أبنائهم إلى رياض الأطفال في العمر المحدد وتشجيعهم. وتفيد المعلومات الواردة إلى وجود 11 رياض أطفال في المديرية، حيث تابع في العام الدراسي 2018-2019 709 طفل، بينهم 347 طفلة دراستهم في السنة الأولى والثانية. تجري حملات توعوية مكثفة في 14 ضاحية بمديرية بارنتو بإقليم القاش بركة لتعزيز الإصحاح البيئي والنظافة الأهلية للحد من الأمراض الناجمة عن قلة النظافة. وأشار الممرض تمسكن برهان مسؤول الخدمات الصحية في مديرية بارنتو أن الهدف الرئيسي من حملات التوعية المكثفة الجارية ابتداء من منتصف فبراير الماضي وحتى منتصف يونيو الجاري تعزيز وعي المجتمع للسيطرة ومكافحة الأمراض المعدية، وخاصة الأمراض الناجمة عن قلة الإصحاح البيئي، وإدخال برامج نظافة أهلية. وأفاد بأن 15 منطقة تمكنت من إنجاز المهمة في مجال الإصحاح البيئي مسبقا، لأنه نتيجة للإهمال تعرضت للانتكاسة، وعليه توجب إجراء حملات توعوية مكثفة لإنجاح المهمة. بجانبهم أكد السكان جاهزيتهم لإنجاح الجهود الجارية بالاستفادة من الحملات التوعوية المكثفة والسيمينارات المهنية التي تخدم في المقام الأول مصلحتهم.
يقوم سكان 8 مناطق في مديرية أمن حيل بالإقليم الجنوبي بأنشطة نفير واسعة بالعمل 3 أيام في الأسبوع لحماية التربة وحفظ المياه بهدف مضاعفة الإنتاج والإنتاجية وتوفير بذور القمح المحسنة. وأشار المزارعون إلى تأكيد فعالية بذور القمح المحسنة من خلال التجارب التي جرت، مؤكدين جاهزيتهم على تسيير أنشطة النفير فاعلة لحماية التربة وحفظ المياه واستخدام السماد الطبيعي لجني إنتاج وفير. من جانبه قال مسؤول النباتات في المديرية السيد ملاكة ولده أنهم يقومون بحملات توعوية منظمة وتنظيم سيمينارات قبل توزيع بذور القمح المحسن على المزارعين، ونتاج لذلك يقوم المزارعون بتمهيد أراضيهم مسبقا. كما ذكر مسؤول مكتب الزراعة في المديرية السيد منقستاب دعم عن توزيع بذور القمح وغيرها من أنواع البذور المحسنة للمزارعين في المديرية لزراعتها في مساحة تقدر ب 180 هكتار، موصيا المزارعين للقيام بأنشطة فاعلة مدركين بأن تلك البذور تفيدهم وماشيتهم. وأشار إلى توظيف 16 خبيرا لمتابعة الأراضي المعدة لذلك، مناشدا المزارعين لاستخدام بذور محسنة ومكافحة الآفات الزراعية وكذلك استخدام سماد طبيعي. تسببت الأمطار الغزيرة المصحوبة بالعواصف الرعدية والرياح العاتية والثلوج التي هطلت في منطقة عدن أمن بمديرية لوقا عنسبة في 19 من يونيو الحالي، تسببت بأضرار في المنازل والمدارس والأشجار المعمرة. وأشار مدير ضحية عدن أمن السيد فراس قتلة إلى أن الأمطار التي هطلت لساعة كاملة تسببت في إحداث أضرار بالغة في منازل 7 أسر، وقطع التيار الكهربائي من الخط الرئيسي، وأحدثت السيول أضرارا في بعض أجزاء الأراضي الزراعية والمراعي. من جانبه أفاد مدير مدرسة شنكلالة الابتدائية الأستاذ أسفو برهاني عن اقتلاع بعض أسقف المدرسة، لا سيما اقتلاع أكثر من 18 من الأشجار المعمرة في ساحة المدرسة وفي محيطها. وأفاد مراسل وكالة الأنباء بأن الأمطار الغزيرة المصحوبة بالعواصف لم تسفر أي خسائر على صعيد الأرواح. السادة والسيدات، إلى فاصل ثم نوافيكم بالأنباء العالمية، فتفضلوا بالبقاء معنا. أهلا بكم من جديد. أبدى الاتحاد الأوروبي دعمه للتعاون من أجل التنمية مع كوبا في الوقت الذي تواجه فيه الجزيرة تصاعد حدة الحصار الأمريكي عليها. وأعلن مفوض الاتحاد الأوروبي للتعاون الدولي والتنمية نيفين مامينكا أن الاتحاد يدين بشدة التدابير الأحادية التي تتجاوز الحدود الإقليمية ضد كوبا والتي تتعارض والقانون الدولي. وجاءت مداخلة المفوض الأوروبي أثناء مشاركته في منتدى للأعمال استضافته هافانا، وجمع 120 رجل أعمال وقانون وأكاديميين أتوا من الولايات المتحدة وإسبانيا وكندا لتشجيع الاستثمار في الجزيرة. وقال أن الاتحاد الأوروبي يرغب في دعم التزام كوبا في تحسين مناخ الاستثمار بغية تشجيع الفاعلين الاقتصاديين والماليين في الاتحاد الأوروبي على تنفيذ مبادرات مشتركة. قضى 30 شخصا على الأقل بينهم العديد من الأطفال في حريق اجتاح منزلا يستخدم أيضا مصنعا لعلب الكبريت في إندونيسيا وفقا للسلطات. وقال رئيس وكالة إدارة الكوارث في شمال سومطرة أنه لم يتم التعرف على سبب الحريق لكن تم إخماده، مضيفا أن بين الضحايا 3 أطفال على الأقل. وأظهرت صورة للكارثة جثثا متفحمة وسحبا من الدخان الأسود تتصاعد من المنزل الواقع في بلدة بينجاي في شمال سومطرة. وتتكرر وقوع الحرائق الدامية في إندونيسيا بسبب إهمال معايير السلامة. وفي 2017 قضى شخصا على الأقل وأصيب العشرات بجروح في حريق التهم مصنع للألعاب النارية قرب العاصمة جاكرتا. جذبت مسابقة اختيار أقبح كلب في العالم التي استضافتها ولاية كاليفورنيا الأمريكية في 21 من يونيو الحالي جذبت أنظار العالم، وشاركت فيها كلاب قبيحة من أنحاء العالم. وقال مسؤول اللجنة المنظمة للمسابقة أن تاريخها يرجع إلى ما قبل 31 سنة، وشاركت فيها كلاب ذات ملامح قريبة وبعضها يملك شعرا قليل وبعضها الآخر يتميز بوجه مرعب.
ورغم أن الكلاب بها عيوب كثيرة لكن أصحابها يحبونها، وتم تبني معظمها من ملاجئ للحيوانات ليتم إنقاذها من القتل والإهمال. وفازت بنسخة هذا العام الكلب التي تدعى سكامزة رامب، ونظمت مسابقة أقبح كلب في العالم في دورتها 31 في مدينة بيتالوما في كاليفورنيا على مسافة 64 كيلومتر إلى الشمال من سان فرانسيسكو. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة. شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء. دمتم في أمان الله.